جرى ايه يا اسطى؟ دي واقفة توقفها دي. واقفة وبكرة العيد، كل سنة وانتم طيبين. زي الفل يا ريس مغاوري، مستنيينك بقى في التوقعات بتاعت كأس الأمم. مساء الفل يا ريس بلكونة. مالك يا عم داير بالفلوكس اليوم؟ محدش حاملك. ما بالراحة يا ابويا على العربيات اللي جنبك. طبعا الناس كلها مستنية توقعات كأس الأمم ومين اللي هيفوز بالأميرة الأفريقية، واحنا دايما بنقول إن الكورة بره التوقعات خالص، واللي بيحكم دايما هو الجهد والشغل اللي بره وجوه الملعب يا باشا. والمعطيات اللي قدامنا والورق، المغرب هي كبيرة الليل، بس المغرب مش سيدة البطولة، والبطولة ليها ناسها بصراحة، والكل عارف إن المنتخب المصري كعبه عالي جوي جوي في البطولة دي. عندك ياسين مباريات التيك أوف غير البطولات اللي بتبقى محتاجة نفس طويل، وشوفنا البطولة اللي فاتت الكوتيفوار فضلت تتسحب وراحت نامت الكل واخداها. وعندك الكاميرون مكشر على الأنيابة، وعمك صامويل أبو إيتو شكله ناويها المرة دي. وتونس رفع شعار العزيمة وهناخدها بلا هزيمة. وعندك نيجيريا ورجالتها ناويين، ومحاربين الصحراء الكبرى مركزين، والكل جاهز. بس ارجع واقول المغرب على الورق توصل للنهاية مرتاح، وتقابل منتخبنا بقى ان شاء الله عشان ياخدها منها فوق رادارها، وهنفضل ابطالها لحد ما نبطلها. تيجي بقى تسأل عمك مغاوري عن ماتش زيمبابوي، اول ماتشات البطولة بالنسبة للمنتخب المصري. الماتش ده مش هزار، ده ماتش افتتاح، واي غلطة فيه بتتحسب بدري. مصر فنيا اعلى وخبرة بطولات اكتر، ولاعيبة عارفة امتى تهدي اللعب وامتى تعلي الايقاع يا باشا. اي نعم زيمبابوي بيلعبوا بقوة بدنية، لان كلنا عارفين الجامعة الافارقة قوتهم البدنية بتبقى عاملة ازاي، وجريهم كتير جوي يقطعوا النفس يا ابويا. بس لما بيضغطوا من نص الملعب بيسيبوا مساحات وراهم، شوارع شوارع يا باشا. خد بقى الحل من عمك مغاور، ضغط من بدري، نفضي مساحات لمرموش وصلاح. وكلنا عارفين لما مصطفى محمد بيلعب محطة بيبقى عامل ازاي، ويعرف كويس جوي يسحب خط دفاعهم برضه لو اضطرينا ان احنا ما نضغطش من بدري. ممكن نسيب لهم الكرة يلعبوا واحنا ناخد الهجمة المرتدة على طول، ونستغل مصطفى محمد كمحطة عشان ما نستهلكش بدنيا في الاستحواذ والفازلكة، لأن لسه قدامنا مشوار طويل جوي في البطولة إن شاء الله. وممكن نطلع بسرعة بالكرة تطلع للأطراف لصلاح ومرموش عشان الدفاع عندهم تقيل في اللف. ده لو لعب يعني مرموش تحت المهاجم تحت مصطفى أبو محمد، لو الجندي بدري الماتش يفتح، ولو تأخر الهدوء مطلوب، لأن العصبية بتضيع كل حاجة. تسأل بقى عمك مغاوري عن التوقع، أقول لك مصر تكسب وماتش يتحسم، وجنون كفاية يقولوا البطولة إحنا جايين ومش مروحين.